السلام عليكم. أفضل وقت للتسجيل بصراحة بالوقت هذا بعد صلاة الفجر. اليوم راح نتابع بالسلسلة واللي وعدتكم أنزل كل فترة. في أسئلة شائعة راح تسألوني عنها، أكيد خطرت ببال الجميع. يا هل ترى منتجات الألبان مناسبة للمحم الكبد الدهنية؟ نعم، منتجات الألبان، ولكن بعدولي عن الألبان المحلاة، يعني اللبن الزبادي بنقصد فيه، خلي الطبيعي تماما. وإذا بتستطيعوا بتحصلوا على الزبادي تبع الغنم بكون رائع جدا، لكن إذا ما استطعنا نحاول نبعد عن الشيء المحلى. أي شيء بيكون فيه نكهات أو كذا فيه كربوهيدرات، وبالتالي بيؤدي لتكون الدهون الحشوية. لذلك اللبن أو الزبادي لا بأس فيه. اللي بيعانوا بعض الناس لما يعني يشربوا اللبن بيؤدي لآلام في المعدة، يشربوا بنسبة قليلة جدا، ولكن بالنسبة للكبد الدهنية فهو ما في مشكلة، بإمكاننا ناخذه. أنواع الجبن طبعا مثل البرميزان، الشيدر، كذا، هاي كلها مسموحة، ولكن نبعد عن الجبن المعالج. الجبن الطبيعي كله مسموح بالكبد الدهنية لأنه بيكون فيه البروتينات عالية وبيكون فيه الكربوهيدرات منخفضة. بشكل عام لاحظوا احنا عم نحاول نخفف الكربوهيدرات قدر الإمكان. منتجات مثلا جوز الهند، حليب جوز الهند رائع جدا، ولكن أنا بنصح نمدده بمي بحيث يكون يعني تقريبا 50% حليب و50% مي. حليب جوز الهند لا بأس فيه. جوز الهند بشكل عام، حتى زبدة جوز الهند، حتى زيت جوز الهند في نسبة عالية من الدهون الصحية، ولا ما بتأثر مثل ما قلنا، ولكن بعيد عن الكربوهيدرات. ابتعدوا عن أي أشياء فيها كربوهيدرات، لذلك حليب اللوز، حليب جوز الهند. أما الحليب البقري في نسبة عالية من اللاكتوز وفي نسبة عالية من السكريات نحاول نخففه، لا بأس. نسبة قليل جدا من حليب الجمل، حليب النوق، حليب البل، ولكن قليل جدا، لا يزيد عن كأس باليوم، كأس واحد فقط. بالنسبة لحليب الماعز كمان لا يزيد عن كأس واحد. أما حليب البقر حتما قولا واحدا فهو ممنوع. وبعده عن الحليب المبستر والحليب اللي جاي. دائما اقروا الملصقات الموجودة، أي شيء بتشوفوه معه إضافات، معه يعني حاطين سكر مضاف أو محلى، فبعدوا عنه شو ما كان. هاي أول سؤال ممكن نسأله. خلينا ننتقل على السؤال الثاني بشيء بالله. هل تسهم الأنظمة عالية البروتين بتحسين وظائف الكبد الدهنية؟ على المدى القصير لا بأس فيها، ولكن لا أنصح فيها على المدى الطويل. يعني ما ناخذ البروتين على المدى الطويل. أنا بنصح فيه اللي بيعالجوا، يعني بيبدأوا برحلتنا نحو تخليص الكبد الدهنية لمدة أسبوعين لا بأس، ولكن نركز على البروتين، يعني الأغذية عالية البروتين. بعض الأغذية عالية البروتين فيها يعني خدعة بحطوها. شوف الملصقات بتلاقوا فيها بعض المحليات الصناعية، بعض الأشياء، يعني أحيانا بعض الأغذية الرياضية أو البروتين الرياضي بتطلع بتلاقي محلى بأنواع معينة من الإسبرتام وكذا. إحنا بنحاول نبعد عن الأشياء هاي كلها مشان نصلح الكبد. لذلك يعني عالي البروتين خاصة مثلا أحيانا بتطلع بتلاقي مثلا لحم مقلي أو كذا، هذا حاطين فيه أوميجا 6 زيوت المهدرج. لذلك أنا بيهمني تماما انه لو كان على البروتين، بس كيف طريقه صنعه. يعني ما حد يجيب لي مثلا لحم ويقول اللحم هو بروتين عالي وبعدين يقليه بزيت الكانولا وبذر القطن، هاي الزيوت اللي المعروفه، ودمر الكبد تماما بدون مبالغه. لذلك لازم نحاول يعني البروتين يكون كله باعتدال. ولكن الدهون الصحيه لا باس فيها. الدهون الصحيه بتساعد الكبد لانها ما بترفع نسبه الانسولين وبتؤدي لتغذيه الصفراء، وبالتالي الاملاح تبع الصفراء بتلاقي بتشتغل ونتخلص من الدهون. ممكن سؤال ثاني أنا ذكرتها قبل شوي. الزبادي بنبتعد عن الزبادي المحلاة، ناكل دائما الزبادي يعني كاملة الدسم وليس خالي الدسم. لا تشيلوا الدهون عن اللحم، لا تشيلوا الجلود عن الدجاج، لا تجيبوا شيء يعني خالي الدسم. نظام السعرات الحرارية اللي بيعتمدوه مشكلته انه ما بنقص وزن، لانه بخفف معدل الايض عندنا. يعني نظام السعرات الحرارية هو خفف الايض، وهذا الشيء بيزيد الوزن، بالاضافة الى انه ما بنستطيع نستمر عليه. يعني دائما نظام السعرات الحرارية بيعتمد على تقليل الاكل، واحنا ما بدنا نقلل الاكل، احنا بدنا نشبع رغبتنا بالاكل، ولكن ناكل الاكل المناسب ولا يعني بيخلينا نتخلص من الدهون. دائما بشكل عام بدنا نحاول ما نرفع هرمون الانسولين، لانه هرمون الانسولين هو اللي بيخلينا نشعر بالجوع، هو اللي بيخلينا نؤدي الى تكون الدهون. ما هي نسبة يعني كم الوقت حتى اتخلص من الدهون؟ طبعا بتعود، او دهون الكبد بتعود حسب درجة الإصابة بالالتهاب. بعض الناس ممكن خلال 3 شهور، بعض الناس 6 شهور، بعض الناس ممكن يظلوا حوالي سنتين. ولكن الشيء الجيد انه خلال شهر واحد ان شاء الله بنبلش نلمس التحسن تخليص الكبد. الكبد حاليا هو يعني دوره تخليص الجسم من الدهون، وهو يفرز العصارة الصفراء يعني والأملاح الصفراء مشان يخلصنا من السموم ومن الدهون الموجودة. فلما يكون هو مليء بالدهون بالأساس لا يستطيع يقوم بالعمل، لذلك بدنا فترة حتى يبلش يصلح الكبد ويرجع يقوم بعمله. لذلك أول فترة بتكون صعبة، ممكن أول شهر، بعدين ببلش الجسم تمام يتحسن. كأنك يعني تخيل أنت فايت على غرفة
مليئة مثلا يعني عدة العفشون وهون ومخبوصة ومش نظيفة وفيها أشياء ومش مرتبة، فأول ما تفوت بتطلع عليها بتتشائم. ولكن لما تبدأ أنت، أول ما تبدأ مش عارف حالك منين بدك تبدأ، لكن بعد مثلا ساعة ساعتين أو يوم يومين من تنظيف وترتيب الغرفة بتطلع بتبلش شوي شوي تتحسن. بعد فترة بتصير حتى العمل أسهل. لذلك هذا نظام الكبد. بالبداية ممكن نعاني من بعض الصعوبات، ولكن يعني كل يوم رح نحس إنه بتقدم أكثر، وراح يصير القيام بتحسين الكبد أسهل من اليوم اللي قبله. لذلك يعني إحنا بس نبدأ، هي المرحلة الأولى بتكون صعبة. هذا بحولني على سؤال ثاني، لما نأخذ مكملات وبعض أدوية لتدعم الكبد، يا ترى ممكن، طبعا ممكن يكون في رد فعل عكسي بالبداية، لأن السموم لما يتخلص منها طبعا الجسم راح يتخلص منها بمجرى الدم وبعدين يتخلص منها. هاي تخليص الجسم من السموم ممكن يؤدي إلى بعض حالات الصداع والغثيان بالبداية ممكن مثلا 3-4 أيام تخليص الجسم من السموم، ردة فعل عكسية للجسم، ولكن هالشيء ما بيأثر، بالعكس هو علامة نجاحنا بنظامنا الغذائي. لذلك اللي باخذ مثلا مكملات تبع تخليص الجسم من السموم ودعم الكبد ونبلش بالنظام الغذائي، ممكن أول يومين 3 أيام 4 أيام يحس ببعض الصداع، لا بأس، فهو بلش بالطريق الصحيح وبلش بتخليص الجسم من السموم. يا هل ترى إذا بس أخلص الكبد من السموم هل يقوى جهاز المناعة؟ طبعا. كل الكبد هو بالأساس هو أقوى جهاز عصبي موجود بجسم الإنسان، والكبد لما يكون مصاب احنا فعليا بنكون معرضين للإصابة بالسكري، وفعليا الأنسولين مرتفع مع نتخلص من الدهون، وبالتالي في عندنا الكوليسترول والتشحمات وخاطر الإصابة بالسكتة والأمراض وبالجلطات. لذلك الجهاز المناعة حاليا لما نصلح الكبد هو فعليا احنا ريحنا، لانه الكبد بيشيل قسم من الاعباء وتخلص الجسم من السموم، وبالتالي جهاز المناعه يعني بيصير قوي عندنا. حاليا بعض الاشياء والتصرفات لما نعملها بتضعف جهاز المناعه، لان جهاز المناعه هو مهمته كمان يحاربنا، ولما يحارب السموم الدخيله على جسم الانسان والاجسام الغريبه والامراض والفيروسات. فاحنا الكبد اذا قام بهالعمليه هاي فهو ريح جدا جهاز المناعه، وبالتالي جهاز المناعه صار قوي جدا. لذلك لما احنا نقوي الكبد فعليا قوينا جهاز المناعه، وبالتالي صار جسمنا اقوى لمجابهه اي امراض بتصادفنا او فيروسات او اي شيء عندنا. لكن خلينا ننتقل هون، شو التحاليل اللي ممكن اعملها والاختبارات الدم؟ احنا قلنا لازم نعمل اختبارات بالاول ونعرف يعني بناء على الاختبارات هاي وين صرنا وشو حالتنا، وانا بنصح فيها كل 6 شهور نعمل الاختبارات. حاليا قبل ما نبدا انا بنصح نعمل اختبارات، وبعدين بعد 6 شهور نعمل، وراح نشوف تطور مش طبيعي. اول اختبار اسمه اختبار البليروبين. اختبار البليروبين هذا بامكاننا نعمله، على فكره اي مركز رعايه صحيه بامكاننا نعمله. هو تماما راح يعطيك مثلا المعدل الطبيعي لازم يكون من 2 ل 20 مايكرومول باللتر، 2 ل 20 مايكرومول باللتر. لما يزيد في عندنا بكون مشكله، بكون لون العينين بكون ماء للصفار، الجلد احيانا اصفر. هي احدى العلامات اللي ممكن يعني نشوفها بعين المجرده. ممكن نعمل انزيمات الكبد. انزيمات الكبد كمان نفس الشيء، عباره عن تحليل دم بيعطينا انزيمات الكبد، وهي عباره عن انزيمات AST و ALT. ولازم انزيمات مثلا المعدل الطبيعي ل AST عباره عن 45 وحده باللتر. على كل حال انتم بس تعملوا التحاليل هاي، والمختبر او المركز الرعايه نفسه تمام بيعطيكم بالجدول انه النورمال كم، يعني الطبيعي كم لازم يكون من الى الرنج الطبيعي من الى. وانتم بالنسبه لكم اذا كان مثلا بالتحليل نفسه اذا كان مثلا زائد بيعطي اشاره لون احمر، واذا كان منخفض بيعطي لون اخضر، واذا كان طبيعي بيعطي لون ازرق. هيك بالعاده بتكون. فهو بالاساس لما يعطيك الانزيمات بيعطي الانزيم كم القيمه، وبعدين بجنبه كم القيمه المعدل الطبيعي، بتعرف انت فعليا انت اقل انزيمات او اكثر. هاي التحليل بنعملها. وقلنا طبعا ممكن نلجا للتحليل الثالث، لكن اظل يحيجنا التحليل الثالث اللي هو خزعه نشيلها. حاليا احنا بنتكلم عن شخص بدا برحله العلاج، لذلك كل 6 شهور نعمل هالتحاليل هاي ونشوف احنا وين وصلنا برحلتنا نحو الكبد السليم ان شاء الله.